بنفك الالوز الخارجي للمرهم، بنضغط على المرهم من الانبوبه اسفل الانبوبه عده ضغطات متتاليه، بنحط كميه مناسبه من المرهم، وبقى ايه، نحط وبنليس. احنا النهارده مش في بودكاست طبي، احنا في كشف حساب لاكبر عمليه تخدير في التاريخ، صناعه المرض. تخدير؟ احنا اللي بننقذ البشريه من الاوبئه. احنا عصب العلم الحديث وسبب بقائكم. العلم رساله، بس عندكم بقى تجاره. الدواء هو المنتج الوحيد اللي المريض ما بيختاروش، الطبيب هو اللي بيفرضه عليه. بنصرف $1,000,000 و20 سنة بحث علمي عشان حباية واحدة. طبيعي نحمي أرباحنا واستثماراتنا بكل قوتنا. أرقامكم بتقول إنكم بتصرفوا على الدعاية والتسويق ضعف اللي بتصرفوه على البحث العلمي نفسه. السوق عايز مريض مستدام. المريض اللي بيخفي تماماً هو خسارة فاتحة في ميزانيتنا السنوية. افهم اللعبة. جشعكم وصل إنكم ترفعوا سعر حباية من $13 ل 750 في يوم واحد لمجرد إنكم احتكرتوا حق التصنيع في واقعة مارتن 2015. دي قوانين السوق الحرة. القوي بياكل الضعيف، واحنا الأقوى في المعادلة دي، والناس مجبرة تشتري عشان صحتها. عشان كده بتساعدوا الناس في انتشار الأكل السريع والزيوت المهدرجة والدقيق الأبيض. ده مش مجرد أكل رخيص، دي أسلحة بتدمروا بيها الشعوب من جواها. السياسة عايزة شعوب هادية، والأكل الغلط بيخلي الناس كسلانة ومريضة وسهل السيطرة عليها وتوجيهها، وبعدين الناس هي اللي بتختار. دي سياسة إضعاف الشعب اللي نصه مريض سكر وضغط مش هيقدر يحمي أرضه ولا يواجه عدو. بالظبط. اللي ما قدرش يتحكم في نفسه وفي أكله ونمط حياته، سهل جدا نتحكم في قراره ومستقبله للأبد. عشان كده بتجربوا أدويتكم فينا زي أطفال نيجيريا 96، تجربة شركة فايزر لمضاد حيوي على الأطفال العلم قاسي. والفقراء دايما هم اللي بيضحوا تشيد. دي ضريبة الحداثة اللي بتعيشوها. من سنة 37 وانتوا بتنزلوا سموم بتموت الناس قبل ما تتأكدوا من أمانها، زي كارثة إكسير ووفاة 100 شخص. الجشع هو المحرك الأول ليك. احنا بنكافئ اللي بيمشي معانا. المندوب بتاعنا بيعرف ازاي يخلي الدكتور شريك في النجاح والرفاهية. بس في دكاترة كتير شرفاء هم حائط الصد. هم اللي بيفهمونا ان الوقاية هي الثورة والسيادة الحقيقية، ومش بيتعاملوا مع المهنة كاستثمار. الخلاصة، التغيير بيبدأ من مطبخك مش من الصيدلية. لما تقرر تستبدل السموم الغذائية بأكل حقيقي وتغيير نمط حياتك، انت بتقفل الحنفية اللي بتغذي البيزنس ده من جيبك وصحتك. السيادة مش بس حدود وسلاح، السيادة جسد قوي وعقل واعي أدهو. الدواء رسالة لخدمة الإنسان، مش فخ لكسب المليارات. عدل نمط حياتك، ابني صحتك، تبني وطنك،